بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كامل تكونوا بخير البنات، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال بإذن الله. اليوم وصفة سهلة ماهلة وبنينة، كل واحد والطريقة تاعو، طريقة قديمة تجي بنينة مشربة ومعسلة تذوب في الفم. بدون أي إطالة نروحوا للشربات نتاعنا. راح نستعمل هذا الكيس نكيل به 3 كيسان تاع سكر. هنا السكر نتاعنا البنات راح نديرو شويه بزياده. راح نضيف 6 اكواب نتاع ماء، 6 كيسان ماء. راح نضيف نص برتقاله كنت نحيت لها المبشور نتاعها. هنا عندك البرتقاله، انا حبيتها بالطعم تاع البرتقال، على هذيك راح ندير البرتقال في الشربات، وبنفس الوقت راح ندير البرتقال في العجينه نتاعنا. ضفت نص تاع ليمونه، راح نخليها يذوب هذاك السكر وتغلي عندنا الشربات. بعد ما تغلي نخليوها مدة 10 دقائق، نطفيو عليها، نضيفوا كمية تاع المزهر ونخليوها تبرد. نروحوا المقادير نتاعنا تاع البسبوسة. بنفس الكيس عندنا كيس غير صباع سكر، تقدروا ديروا قل، ممكن حتى نديروا نص كيس اللي ما يحبش الحلاوة بزاف. عندي زوج بيضات حجم متوسط، ما كبير بزاف ما صغير بزاف. عندي مبشور تاع نص حبة ليمونة وملعقة صغيرة تاع فانيلا. راح نخلط هذه المكونات مليح مليح حتى يذوب تقريبا هذاك السكر عندي. هنا البنات يعني حتى وكان ما تخلطوش يعني هذا الخليط هذا مليح مليح، حنزيدو الزيت والحليب. من بعد هذه المكونات كامل راح تذوب مع بعضها. انا عارفه الخليط تاع البسبوسه ساهل ماهل. نفس الكاس راح ندير بيه كاس غير صباع زيت، نزيد بشويه ونخلط. هنا تقدروا تستعملوا هذا الكوب الكاس عفوا، ولا نستعمل الأكواب المعيارية. أنا مولفة نستخدم الأكواب. هذاك الكوب يهز 240، يعني المكونات تجي شوية بزيادة. الحليب عندي كاس ونص، تحبوا ديروا كاس ونص حليب، كيما تحبوا ديروا كاس حليب ونص عصير تاع برتقال، ولا كاس حليب ونص تاع ياورت يكون طبيعي ولا اي ذوق تحبوه، يبقى الاختيار لكم. نخلط هذا المواد كامل مع بعضها، نضيف رشة على الملح اللي ضرورية باش تصحح لنا الذوق نتاع الحلوى نتاعنا. هنا الخليط نتاعنا هذا انا بالنسبه ليا ما عنديش سميد المتوسط. هنا عندنا سميد رطب وسميد رايح للخشين، يعني ما هو رقيق بزاف وما هو خشين بزاف بزاف كيما تاع قلب اللوز كيما راكم تشوفوا. راح نخلط كيس ونص سميد رطب ونص كيس سميد متوسط رايح للخشن. البنات اللي عندها المتوسط تدير زوج كيسان سميد متوسط تجيكم ولا اروع. احنا الله غالب احنا ما عندناش هذه النوعيه تاعنا مش متوفره، نسلكوها باللي جات. ضفت معها الخميره نتاعي تاع الحلوى اللي هي 2 اكياس، خلطها مليح مليح وراح نضيف هذاك السميد على الخليط نتاعي تاع السوائل. بعد ما نخلطوهم مليح راح نلقاو الخليط نتاعنا شبه سائل. هنا كما راكم تشوفوا البنات غير ما تتحيروش، على خاطر السميد راح يتشرب هذيك السوائل. على هذيك راح نغطي الخليط نتاعي ونخليه على جهة مدة 5 دقائق. نروح نسخن الفرن نتاعي. هنا كما راكم تشوفوا المول اللي عندي ولا البلاطو اللي عندي حجم كبير، حبيتوا ديروها تجيكم عالية، يعني كما نقولوا العلو تاعها أكثر من البسبوسة اللي درتها أنا. صغروا المول تاعكم. هنا المول على ما نظن عندي 28 على 30. راح نتأكد لكم من القياس ونكتب لكم القياس في صندوق الوصف بإذن الله. بعد ما خليتها 5 دقائق شوفوا الخليط تاعنا كيفاه ابدا يخثر، يعني شربت هذيك حبة السميد السوائل. راح نضيف ملعقتين كبار تاع نواه كوكو اختياريه، كل واحد واش يحب، تحبوا تضيفوها تحبوا تستغناو عليها. راح تعطينا ذوق هايل مع ذوق البرتقال البنات. واللي ما تحبهاش تنحيها من الطريق، ما تستعملهاش وما تستعملش مبشور البرتقال، تكتفي بذوق الفانيلا ومزهر. دهنت البلاطو تاعي بشويه زبده، تقدروا تدهنوه كيما تقدروا تخليوه مش مدهون، مش راح تلزق لكم البسبوسه، على خاطر راح نسقيوها. كي نسقيوها بهذيك الشربات راح تتنحى من البلاطو بكل سهوله.
دخلت البسبوسه نتاعي طابت وتحمرت كيما راكم تشوفوا. راح نجيب الشربات نتاعي اللي راهي بارده وضفت لها ماء الزهر كيما قلت لكم. راح نضيف بشوي ونشوف كيما راه على حساب واش قلت لكم. ضفت سميد رطب مخلط مع سميد خشن. الشربت نتاعي بعد ما سقيت البسبوسه ديت لي تقريبا كل الكميه، بقات غير كاس، عفوا كاس كيما هذاك اللي كيلت بيه، بقى لي كاس نتاع شربات. هنا نتوما البنات على حساب السميد اللي عندكم. هنا سقيت البسبوسه نتاعي في الليل وخليتها تتشرب حتى الثاني يوم. نتوما البنات هنا على حساب لا درتوها في النهار ولا في الليل. انا كنت درتها العصر يعني المغرب تقريبا، طيبتها وسقيتها بالشربات، خليتها شربت الثاني يوم. هنا الصباح زينتها تزيين خفيف كما راكم تشوفوا. شربت هذيك الشربات بكل ما شاء الله وجات خفيفه وبنينه ولا اروع. كما راكم تشوفوا ما كانش مره الشربات، يعني بقى لي غير قيس كاس كما سبق وقلت لكم. جبت زوج مغارف تاع مربى المشمش ذوبتهم بالميكروروند وراح ندهن الوجه نتاعي تاع البسبوسه. تزيين هنا يبقى لكم اختياري البنات، تحبوا تزينوها تحبوا غير تقطعوها وتقدموها كيما راهي بنينه وخفيفه ومشربه. راح نقطعوا البسبوسه نتاعنا كيف كيف، برك ما ديروش كيما درت انا البنات. ما تقطعوش البسبوسه نتاعكم بالموس ولا السكين المشرشر ولا تاع المنشار، راح يفسد لكم التقطيع. انا هنا قصت بهذا كيما نقولوا سباتولا ولا حاجه هذه اللي نهزوا بها، قطعتهم على شكل مستطيل يبقى شكل باهي، وقطعه يعني تكفي للشخص به ما ناكلوش منها بزاف. بسبوسه وحلوه ما شاء الله خفيفه ومشربه، ما تحسيش بروحك تاكلي الطرف الاول تزيدي الثاني. ان شاء الله وصفه اليوم تعجبكم البنات. السمك نتاعها ماهوش عالي بزاف، اللي تحب البسبوسه نتاعها تجيها عاليه تستعمل بلاطو اصغر حجم من هذا البلاطو اللي عندي. انا عندي في الدار يحبوا هذا القياس كما راكم تشوفوا، قياس مقدر، ما هي عاليه بزاف ما هي كما نقولوا ناسيه بزاف. جات ولا اروع البنات. ان شاء الله تجربوها او تتوفقوا فيها، واللي طبقت معنا الوصفات ما عليها غير تبعتنا تطبيقاتها على صفحتنا على الانستغرام نفس الاسم كوزينة الصيفية. هنا البنات الوصفة هذه الثانية تاع البسبوسة على القناة. كاينة وصفة نتاع البسبوسة في المولى العجيب، راح نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. جربوها واستمتعوا بالذوق تاعها. دمتم في رعاية الله وحفظه